ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم في قناتي ساعة لقلبك مع ربك. النهاردة حلقتنا هتكون برضو حلقة جميلة جدا ولطيفة وكمان مميزة، لأن هنتكلم فيها عن ركن عظيم جدا وهو تاني ركن من أركان الإسلام، ألا وهي الصلاة. هنتكلم النهاردة يا جماعة. موضوع الحلقة بيقول كيف أخشع في الصلاة ولا أتركها مع الالتزام بها. طبعا معنى ان انا اخشع في الصلاة يعني انا انسان بصلي. احنا النهاردة هنتكلم عن الناس اللي بتصلي مش عن الناس اللي ما بتصليش اصلا، لان الناس اللي ما بتصليش دول مش بيتفتح كتابهم اصلا ولا بيتعرف هم عملوا عمل صالح، عملوا عمل سيء، عملوا خير، عملوا شر، عملوا حسنات، عملوا سيئات. ما بيتفتحش اصلا. احنا اول ما بنموت الملائكة بتقعد تسأل بعضها. اول ما بننزل القبر فلان بيصلي؟ تمام. بيصلي، تمام، يبقى نفتح الكتاب. ما بيصليش؟ لا خلاص، ده في حتة تانية اصلا، ده مش بيتفتح كتابه اساسا والله لو كان كله حسنات. لان الصلاة يا جماعة، الصلاة نور يا جماعة. حكم تارك الصلاة عندنا في الاسلام هو كافر وان كان غير جاحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة هي عماد الدين، من تركها فقد هدم الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. على من ترك الصلاة يا جماعة أن يتوب إلى الله. ترك الصلاة بينزع البركة من حياة الإنسان. دايما تلاقي الإنسان مهموم وحزين، وسهل جدا السيطرة عليه من الشيطان. الشيطان بيبقى سهل جدا انه يلاقي له مداخل يدخل له منها. الصلاة بتعصم البني آدم يا جماعة. الصلاة بتخليني دايما يعني انا في حمى ربنا.